السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية. لايك وشير ودعم القناة، اللي مش مشترك يشترك. النهارده كان في مباراة في الدوري المصري، الأهلي وفاركو. ثلاثيات الأهلي وما أكثرها، ثلاثية ال10 وال11 السنة دي في الدوري وأفريقيا وفي الكاس وفي كل. فالأهلي النهارده نبدأ من الشوط الأول والتشكيلة المثالية النهارده. أنا عجبتني التشكيلة، اي نعم غيابات كتير ولكن عجبتني. ليه؟ تدوير، روتيشن، تدوير صح وروتيشن صح. برغم الغيابات النهارده، على فكره النهارده غايبين للاصابه رسمي 3. تاو وغايب النهارده محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. دول الثلاثه اللي بداوا في مباراه بيراميدز في نهائي الكاس. 3 بره التشكيله خالص. والنهارده بدا شوف حوالي 3 4 جداد. محمود متولي دول فتره ما لعبش، وياسر ابراهيم مع بعض برضه. يعني محمود متولي وياسر ابراهيم مع بعض دول فتره. وكريستو النهارده كنت اتمنى ان كريستو يكمل، موهبه تستاهل ان يلعب اكتر من كده في الاهلي، ولكن الاصابه منعته طبعا. ويا رب تكون اصابه خفيفه النهارده، الالتواء بس، الالتواء ان شاء الله باذن الله خفيف ويكمل مع الاهلي بعد كده. كمان النهارده بدايه مع محمد شريف. مين تاني عندك النهارده؟ كذا لاعب النهارده بدا وروتيشن مع الاهلي. القندوسي النهارده، قندوسي اللي اتلغى له هدف، انا ما اعرفش ليه الهدف اتلغى. عايز اعرف تفسير وسبب الغاء الهدف. مع سببين: يا اما حسين الشحات اوف سايد ماشي ولمس الكوره، هو حسين الشحات اوف سايد ماشي لكن لمس الكوره، هدف غير صحيح. ولكن احنا شفنا كلنا ان حسين الشحات ما لمس الكوره، يبقى الهدف اتلغى ليه؟ يبقى حجب رؤيه. طب حجب رؤيه من هذه المسافه، القندوسي يشوط الكوره من بره خط 18، حجب الرؤيه عن الحارس، كيف؟ ازاي هدف عالمي، هدف خرافي زي ده يتلغى للقندوسي؟ كيف؟ فهموني. الفار يلغي هذا الهدف ازاي؟ طب والحكم يعني الفار يبقى ازاي الفار استدعاه؟ شوطه من بعيد، جول. جول. الحكم لغاه كيف؟ مش عارف. عايز اعرف انا ايه سبب الغاء هدف القندوسي. حجب رؤيه من هذه المسافه ما شفتهاش في حياتي ولا في تاريخي. اي نعم الاهلي فاز 3 ولكن ما ينفعش الاهلي يسكت على ده. ما ينفعش، لان ده هدف ما فيش غلطه، ما فيش غلطه. وانا بعد المباراه على طول بتكلم عن الماتش، بس اكيد جميع المحللين والسوشيال وكل واليوتيوبر كله هيتكلم عن الهدف، لان انا شايف ان الهدف ده صحيح، ما فيش اي خطا. وعلى فكره يعني شفت القندوسي الشوطه، اللمه، ستايل. فاكرين طاهر ابو زيد؟ كابتن طاهر ابو زيد نتمنى يكون زي طاهر ابو زيد، ستايله بالظبط. يعني من فتره ما عندهاش واحد بيشوط هذه، ما عندوش مهاره الشوط. فهدف زي ده يتلغى القندوسي. فالحمد لله الفوز على الاهلي النهارده. التشكيله كانت مثاليه طبعا، في ظل طبعا الضغط اللي فيه الاهلي. يلعب النهارده، يلعب يوم الاثنين في الدوري، بعد كده يلعب في افريقيا، فكان لازم يعمل روتيشن ويعمل هذا الضغط. ومبروك طبعا رجوع متولي النهارده وطاهر محمد طاهر. كريستو النهارده طبعا كنت اتمنى انه يكمل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الاهلي يقدم شوط اول من طرف واحد، والاهلي يمارس هوايته ويتالق في الشوط الاول. والشوط الثاني هدي، كان لازم يهدى برضه. كلكم عارفين كان لازم الاهلي يهدى لان عنده ضغط مباريات كتير. هدي عن الشوط الثاني. محمد الشناوي انقذ الاهلي في كذا كوره. كان ممكن الماتش يعني قبل الهدف الثالث اللي جابه علي معلول في ضربه جزاء كان ممكن نخش في حسبه بيرما تاني، ولكن محمد الشناوي ادى النهارده. شريف مكسب نادي الاهلي النهارده. شريف راجل مباراه، احرز هدف وراجل ما ويستاهل. انا قلت وانا قاعد بسمع المباراه محمد شريف هياخد راجل المباراه، وفعلا محمد شريف خد راجل المباراه النهارده. الكوارث الفار ما زالت، كوارث التحكيم ما زالت. مش عايزين نتكلم كتير لان يعني واحد تعب. الاهلي يستعيد الصداره، ان هو اصلا الاهلي من اول الدوري الاول، لكن استعيد الصداره من فوتشر النهارده. ولسه ليه 3 مباريات. الاهلي لعب 20 مباراه 50 نقطه. فوتشر لعب 23 مباراه عنده 48 نقطه. الاهلي يستعيد الصداره وان شاء الله باذن الله، وعنده المباراه اللي جايه تاني يوم الاثنين مع سموحه هيعدي. 3 ثلاثيات النهارده. الاتحاد يفوز على سموحه 3-1.
بعد سلسلة من الهزائم برضو، وعندك بيراميدز يفوز على أسوان 3-0. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.